تجرى تونس المباراة العربية الدولية الودية في ملعب مصطفى شاكر بالبليدة مدينة الورود. تحتضن الليلة حوار الجارين الشقيقين الجزائري والتونسي. نعم، هي ودية اختبارية تجريبية في الظاهر، ومن يعرف وسبق له مشاهدة مباريات محاربي الصحراء والنسور يدرك أنها رسمية في الباطن بحضور الندية والجدية هامة جدا للمنتخبين وللمدربين جمال بالماضي وألان جيلاس للتعرف أكثر على مدى جاهزية اللاعبين بعد نهاية التصفيات الإفريقية المؤهلة لكان مصر 2019 وتجربة أكثر من اسم في مباراة منتظرة قوية بروح الجوار لتحقيق انتصار معنوي هام جدا. مقابلة مغاربية 100%. تونس الجزائر بقيادة تحكيمية للمغربي سمير كزاز. التشكيلة الأساسية بالنسبة للمنتخبين: ضيف مدينة البليدة الليلة في المرمى واحد فاروق بن مصطفى كابيتان نسور قرطاج، 6 على اليمين رامي البدوي، 5 على اليسار أسامة الحدادي، في محور الدفاع 2 سيام بن يوسف، 4 ياسين مريح. في مباراة اليوم في المرمى لأول مرة ألكسندر روجيه أوكيجا، 4 يوسف عطال على اليمين، 21 على اليسار رامي بن سبعيني، 20 في محور الدفاع جمال بالعمري، 2 عيسى ماندي، 12 في وسط الميدان فيكتور لكحل في أول مباراة كذلك، 8 سفير تيدر، 10 سفيان فغولي، وفي المقدمة 7 رياض محرز الري خطير من خلال بغداد بنجاح. يمشي بغداد، يهرب بغداد، يحاول بغداد ويربح المخالفة. مباراة ودية لكن بهذا الطابع الحماسي المشوق منذ البداية في طقس بارد لكن في أجواء سخونة، أجواء مميزة في ملعب مصطفى شاكر بالبولي. رياض محرز في تنفيذ هذه الكرة الثابتة للمنتخب الجزائري، كرة من سفير تايدر تعود من فراس شوات، لمسة أخرى تصويبة وتذهب خارج أسباب صحية وكذلك لالتزامات الترجي الإفريقية لمباراة السوبر أمام الرجاء. هذه كرة من فراس شوات يهرب من اليسار والتاكلينج ممتاز جدا الدفاعي التونسي من مواليد 31 آذار مارس 1989. رامي البدوي في راس شوات اللمسة كانت خاطئة، تعود لسفيان فغولي والمخالفة من الجزائر. من الجانب التونسي سيام بن يوسف، الفرجاني سيسي ونعيم السليتي. قبل هذا كرة مرفوعة والمحاولة الهجومية للمنتخب التونسي ملعوبة، تصويبة كانت قوية من جانب الفرجاني سيسي. الكرة الثانية الدوزيام بال العائدة من دفاعات المنتخب الجزائري، تلقى الفرجاني سيسي على مستوى التصويب، كرة بعيدة وتبقى النتيجة متعادلة 0-0. ثلاثي تونسي لعب آخر مباراة، ذكرت سيام بن يوسف، فرجاني سيسي، نعيم السليتي، ومن جانب المنتخب الجزائري عيسى ماندي، رياض محرز ورامي بن سبعيني. هذا على مستوى الأسماء الأساسية التي تشارك الليلة في مباراة ملعب البليدة. موجود على البنك أيمن المثلوثي كان حاضر، كذلك يوسف المساكني، طه ياسيني. هجمة للمنتخب الوطني التونسي تعود والدفاعات الجزائرية على مستوى التمركز لكن التسرب والتوزيع من أسامة الحدادي وكرة والتدخل كان مميز جدا من جانب جمال بن عمري، 29 عام، لعب الشباب السعودي في ثاني مباراة كذلك مع المنتخب التونسي. من جانب ياسين مريح، فرجاني السيسي يلعب بالنار وكرة في ركلة مرمى، لعب بالنار فرجاني السيسي مع ياسين مريح في الكرة الأخيرة ولم يستغلها بغداد بنجاح. كرة تعود مرة أخرى للمنتخب التونسي. دائما النتيجة متعادلة مشاهدينا الكرام، 0-0 في لقاء الأشقاء، لقاء الجارين. أخرى من جانب المنتخب الجزائري، هذه كرة بغداد تدخل من الحارس فاروق بن مصطفى. بغداد بنجاح لا يرحم في هذه المنطقة. بغداد في مباراة الدولية رقم 20 مع المنتخب الجزائري 7 أهداف سابقة، يبحث عن الهدف الثاني والتدخل في تايمين كان جيد من جانب ياسين مريح. ارتباك موجود، كرة والتنفيذ، وننتظر كيف ستكون هذه الكرة الثابتة
والتنفيذ من جانب رياض محرز في الكرة الأخيرة. يلعب كرة والتصويب على الراسية ممتازة كانت من عيسى ماندي على المقاس من جانب رياض محرز ودون رقابة، يرتقي يطلع أعلى من الجميع. عيسى ماندي تقريبا في نقطة ضربة الجزاء وحده. عيسى ماندي الرأسية كانت قوية لكن كانت بعيدة على الخشبات الثلاث لمرمى في اللعب. وهذه كرة محاولة جول خطيرة، المحاولة والهجمة للمنتخب الجزائري من جانب رياض محرز. ملا كرة رياض محرز، كرة والتلاعب بدفاع المنتخب التونسي. رياض مع أسامة الحدادي يصوب كرة لم تكن بعيدة على القائم الأيمن لفاروق بن مصطفى. لمسة الوان تو ناجحة مع سعيد بن رحمة ورياض محرز اللي ما يرحمش في هذه المنطقة في الباكس يصوب، ولمسة كانت هجمة مع عكسية رياض بن محرز مع بلال السعيداني يهرب به يعدي به رياض بن محرز. لمسة في اتجاه تايدر سفير التوزيع لبغداد وكرة مع ياسين مرياح على السباقية والأفضلية لمدافع المنتخب التونسي ياسين مرياح، والكرة في الركنية. مشتعلة المباراة في آخر دقائق الشوط الأول مشاهدينا الكرام على قنوات الكأس الرياضية 0-0. هجوم الجارين الجزائري والتونسي. هذه كرة ملعوبة من جانب بغداد محبوب البلاد. ماذا يفعل؟ لمسة بالكعب ممتازة، كرة ملعوبة فاروق يتدخل، فاروق بن مصطفى يغلق الزاوية. رياض محرز كرة تعود ركلة مرمى. ماذا فعل بغداد بياسين مرياح؟ يهرب بغداد ثم لمسة ممتازة لاسيست بالكعب لرياض محرز والتغطية بعد ما هرب يعطي كرة يمشي يوسف المساكني يخاوي يعكس الهجمة 3-3 التصويبة والكرة خطيرة. المنتخب التونسي يظهر بوجه آخر في الفترة الثانية، الوجه الهجومي بمحاولة أولى حدادي شواد، والكرة الثانية بتسديدة سيف الدين الخاوي. كرة يسارية قوية لكن غير مؤثرة، تذهب ركلة مرمى للمنتخب الجزائري. المنتخبان متأهلان حتى الآن منذ بداية الشوط الثاني والنتيجة لا تزال متعادلة 0-0. كرة من تايدر هو اللي نفذ الكرة، يلعب الكرة بغداد بونجاح. هذا هو بغداد كاد يفعلها، كاد يحطها بالراس. بغداد بونجاح سجل عديد الاهداف في مرمى فاروق بن مصطفى لما كان بغداد في الليتوال ولما كان فاروق مع النادي الافريقي في البطولة التونسية. كرة ملعوبة كانت ممتازة، المخالفات خطيرة، دقة كبيرة على مستوى التنفيذ، دقة عالية من جانب تايدر ورأس علاقة مصاهرة كذلك. نعيم السليتي متزوج بجزائرية، سيام بن يوسف والدته جزائرية، وفراس شوات يذيع كرة المباراة، كرة الهدف الأول بعد خطأ من جانب الدفاع الجزائري. فراس يضيع الكرة راس كان مع الحارس ألكسندر أوكيتشا. هذه الكرة من يوسف عطال على مستوى إعادة الكرة للحارس أوكيتشا، ملا خطأ في الرولانس في إعادة الكرة إلى فراس شوات، والشوات يهدر كرة الهدف الأول بكيفية غريبة مش ممكن. ثغت واغلاط يعني اخطاء كبيره في دفاعات المنتخب الجزائري في هذا الشوط الثاني، وهذه كره راسيه شوات. المنتخب التونسي سبحان مغير الاحوال في شوط في المستوى الثاني. وهذه كره من يوسف عطال، قبل هذا عطال يلعب كره محرز وبينالتي، ضربه جزاء للمنتخب الجزائري. رياض محرز العرقله من مرياح، ومحرز بذكاء بدهاء بفطنة كبيرة محفى فاروق بغداد حارس الشباب السعودي أمام بغداد بونجاح. بغداد محبوب البلاد، بغداد بونجاح،
بغداد فاروق بغداد جول 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 بغداد بونجاح 1-0 يعطي التقدم للمنتخب الجزائري امام المنتخب الوطني التونسي. هدف بغداد بونجاح من ركلة جزاء. تحية الجنرال، تحية العقيد بغداد بونجاح للجماهير الجزائرية الحاضرة بوفائها الدائم لمنتخب الخضر لمحاربي الصحراء في ملعب مصطفى شاكر بالبليدة. 1-0 للجزائر امام المنتخب التونسي في اجواء مميزه، اجواء رائعه، اجواء مجنونه وهستيريه، وركله جزاء على طريقه بغداد بونجاح في المرمى في الجول. بغداد ما يخلي حتى شانس، حتى أقلق كثيرا سيام بن يوسف وياسين مرياح. كرة من اليسار، توزيعة قوية كانت الكرة بعيدة على بغداد بونجاح. رهيب المنتخب الجزائري في الهجوم، رهيب والله رهيب، رهيب المنتخب الجزائري بكرة والناس. شوف والناس، شوف قلت هذا اللاعب قادر على مراوغة كل اللاعبين في الميدان. والناس امكانات كبيرة للؤلؤة الجوهرة الجديدة لكرة القدم